الكوره اللي مدربين الكوره واللي لعيبه الكوره، مش الكفتاجيه والحزيقه والضرب وبتاع. طيب ازيكم يا سيدي، عاملين ايه؟ ويا رب الكل يكون بخير وفي احسن صحه واحسن حال. شوف، ماتش الزمالك والمصري ما فيهوش كلام كتير يتقال، او بمعنى ادق، خساره ان انا اقعد امنتج فيديو مثلا واقعد اشتغل لي في الفيديو 4 5 ساعات ولا 3 4 ساعات. بيطول جامد، واي حد بتاع مونتاج يقول لك. انا مش بتاع مونتاج يا سيدي، بس متعلم من مونتاج قريب، فمجهود مش طبيعي. فخساره ان انا اقعد امنتج 3 4 ساعات عشان ماتش زي كده. لكن مش خساره اكلمك عن عبد الله السعيد. بما يرضي الله، هو ماتش كوره، حتى لو سيء، ماتش كوره عادي، ماتش كوره مقبول. ما دام في عبد الله السعيد يبقى في كلام فني كتير يتقال. عارف المشكله في ايه؟ مفيش اهلاوي يختلف، كلنا نتفق كاهلاويه ان عبد الله السعيد ما حدش بيحب عقليته على الاقل بره الملعب. الناس اللي هتقول لك لا العرض بتاع بيراميدز كان كبير والراجل فكر، او بتاع الزمالك الاول طبعا، لان هو اللي خلاه يروح بيراميدز انه مضى للزمالك والقصه اللي احنا عارفينها. مرتضى قدم له 40 مليون يا اسلام، واي حد فكر في عياله ده معلم تفكير سطحي. هو لو فكر في عياله، في مستقبل عياله وبتاع، زي ما قال انا شفت ال 40 مليون جنيه، شوف فكرت في عيالي، ما كانش مشي من الاهلي. لو فكر لحظه واحده بعقل طبيعي في عياله، ما كانش مشي من الاهلي يا معلم. لان انت حضرتك الفلوس اللي خدتها في بيراميدز، او اللي كنت هتاخدهم حتى من الزمالك، هتعملهم مع الاهلي مكافآت ومشاركات في كاس عالم للانديه وبرونزيه. انت متخيل ان كان عبد الله هيلعب كاس العالم اللي جاي ده يبقى الخامس ليه مع الاهلي، واخد 4 دوري ابطال افريقيا؟ شوف بقى الفلوس والاعلانات كان هيعمل الفلوس دي، هيعملها. غير كده، مستقبل عياله بعد ما يعتزل كرة، عبد الله هيفضل يشوف له منصب في الاهلي، وعياله هيلعبوا في مدرسه الناشئين للاهلي، وعياله احلى مستقبل، والدنيا زي ما انت فاهم لعيب الكرة. اما بيعتزل بالتحديد، اما بيعتزل في النادي الاهلي، لعيب الاهلي غير اي حد، سواء بيلعب او سواء اعتزل. طيب، انا هعرض لك لقطتين لعبد الله عشان بقول لك الكلام ما يبقاش كتير. انا للاسف منتجت الفيديو بتاع، عفوا، عملت الفيديو بتاع الزمالك والاتحاد وما عملتلوش مونتاج للاسف، ما منتجتوش لانه هياخد مني وقت كبير وكنت مشغول شويه. كان في شويه كلام حلو برضه عن عبد الله، بس هحاول اقطع لك الفيديو او الجزء بتاع عبد الله ده ونمنتجه، مش خساره، وننزله. مش خساره في الكوره، مش هقول لك مش خساره في عبد الله، يعني انا من الناس بتحب تتكلم كوره. ففي شويه كلام عبد الله عمله في ماتش الزمالك والاتحاد تتبسط منه قوي من عبد الله يعني. طيب، عقليته بره الملعب زي ما قلت لك محدش يختلف عليها من الاهلاويه، ان عقليه ضيعت نفسها الى حد ما، او ضيعت مستقبل كان افضل من كده بكتير. لكن المهم داخل الملعب هي عقليه، والله العظيم انا بقول لك ما بحبوش، مش مجامله، محتاجه تدرس. لان عبد الله بيلعب كوره سهله. انا هوريك لقطتين انت هتشوفهم سهلين، وممكن يكون شفناهم كتير قبل كده، لكن مش هتشوفهم مع اي حد. مش مع اي حد مني، انا قصدي اي حد من لعيبه الكوره. مش هتشوفهم مع اي حد من لعيبه الكوره. هي الكوره فعلا سهله، الكوره مش حاجه صعبه. انما في لعيبه في مصر محسنك ان الكوره دي ايه. انت مثلا جراح قلب زي الدكتور مجدي يعقوب، او عالم زي الدكتور احمد زويل الله يرحمه مثلا. في لعيبه كوره محسنك ان الموضوع صعب وان احنا مش عارفين نتصرف. انما عبد الله في 40 سنه، عبد الله حضرتك كان لها كام شهر وكمل 40 سنه، انت متخيل؟ ده مش حارس مرمى، حارس المرمى يلعب لحد ال 45 وال 46 وقت عادي. انما ده لعيب كوره. عقليته في الملعب محتاج تدرس، ومحتاج تقعد مع الناشئين بتوعنا كده، تشاور على عبد الله وتشاور على لعيبه قليله لا تتعدى ال5 لعيبه في مصر، وتقول له بص الكوره بتتلعب ازاي. على راسهم عبد الله. عبد الله بيعرف يوزع مجهوده في الملعب، عشان كده بيعرف يكمل لحد سن ال 40 افضل من لعيبه كتيره. شيكابالا من اصغر منه بسنه ما يعرفش يلعب عمل سبرنت، وقع اتصاب، ما يعرفش يعمل اللي بيعمله عبد الله. في لعيبه اصغر من عبد الله بقى بسنين. طب شيكابالا قول اصغر منه بسنه من جيله. في لعيبه تحت ال 30 في اهلي وزمالك ما تعرفش تعمل ربع اللي بيعمله عبد الله. لان معلم الكوره بتتلعب بالعقل مش بالرجل. رجلك بتنفذ اللي بيقوله عقلك بس. فاكر كده الجمله الشهيره بتاعت زين الدين زيدان؟ قال لك ايه؟ انا مش عارف، انا اعتزلت لان جسمي او رجلي، او قال جسمي مبقاش قادر ينفذ اللي بيقوله عقلي. هي دي الكوره بالمختصر. الكوره بتتلعب بالعقل، بتتلعب بالعقل وبتنفذها برجليك. طيب، ده عبد الله السعيد. اول لقطه جابها لك دي كانت دقيقه 80. بص عبد الله هنا بيشوط كوره بيركنها، عايز يحط هدف حلو، عايز يحط جول. واحنا عارفين عبد الله مميز جدا في ركنته، بيعرف يركن، عشان كده هو مميز جدا في ضربات الجزاء. عبد الله بيحط كوره، بيجي لعيب بتاع المصري يطلع الكوره من على خط الجول، وبترتد تاني كده ايه في الدربجه، تقوم رايحه لعبد الله في الزحمه دي، وعايزك تقف هنا. تقف هنا عشان هو ده الكره السهله اللي احنا بنشوفها عندنا في مصر صعبه مع لعيبه اهلي وزمالك. اي حد ما كان عبد الله، او 90% يا سيدي من اللعيبه بتاعتنا من الاجنحه اللي في مصر، لو جت لهم الكره دي في اللحظه اللي بكلمك فيها دي هيقوم شايط. على راسهم حسين الشحات، وعلى راسهم اخونا مصطفى شلبي كده في الزمالك، اللي جمهور الزمالك خلاص جد منه جاب اخره من مصطفى شلبي الحقيقه تاني. انما عبد الله السعيد في ثانيه الا ثانيه هو عارف ان في حد بره، رفع عينه بس كده، رفع وشه شاف مين جاي بره، او عمل الاسكان وقام هوب حاطط. انا عايزك بقى اساسا ترجع للكوره دي من الاول. بص ملعوب من عند مين. بص الهجمه دي من بدايتها خالص،
عبد الله هنا بيستلم، بيحط لزيزو، وزيزو بيجري عشان خاطر يعمل هجمه مرتده. بص عبد الله هو بيمشي واحده واحده. عبد الله عارف في لعيبه، عارف انت ايه، بيعمل الباص وبيتحرك غلط. في لاعب بيعمل الباص ويروح يقرب لك تاني، ساعات بتبقى صح وساعات بتبقى غلط، ما بقولكش انها دايما غلط، انما في لعيبه بتبقى بتباصي ومش عارفه بتتحرك ازاي. في لعيب موظف، هو بيعمل ايه، كوره جت في رجلي انا عملت باص. ممكن لعيب زي كده ياخد بعضه في الدقيقه دي، في الوقت الدقيقه 80 زي ما بقول لك دي، ولا دقيقه 81، خلاص البدني والسن بتاعه ما يسمحش. لا الراجل بيجري بيكمل، عارف هو راح يقف فين، مش راح يقرب من الكوره وخلاص. صنع لنفسه انه ممكن يقدر من فرصه يسجل هدف. عشان كده بقول لك عبد الله السعيد دماغه في الملعب، الحق اتقال حاجه تانية، وبيعمل حاجات بتشوفها مع لعيبه كتيره جدا ما بتحصلش. هتقول لي عادي، انا عارف انه عادي، بس احنا ما بنشوفوش. احنا ده ما بنشوفوش الا مع عبد الله. عبد الله اناني بس مش اناني. عارف يعني ايه عبد الله اناني بس مش اناني؟ عبد الله هنا بيحب نفسه، عبد الله هنا عايز تتكلم عنه. تخيل عبد الله لو كان شاط الكوره ديت وما دخلتش بنسبه تتعدى 80 90% مش هتدخل. كانت 50 واحد يا عم ما تحط اللي جاي من بره، ما تحط اللي جاي، ده شيء طبيعي. انما انا عبد الله اجبرني ان انا اتكلم عليه في لقطه زي كده، ولما انت تتفرج عليها اجبرك تقول اه بص عبد الله عمل ايه. دي الانانيه الحلوه، الانانيه اللي هي بتاعت النظافه. انا عايز اخد السكسي بلغه الكوره، انا عايز اخد اللقطه. فاكر كم مره كنت بقول لك دايما الاسيست والبري اسيست او ما قبل الاسيست اهم بكتير من الهدف. ساعات كتير بيبقى الاسيست احلى من الهدف. يعني تفتكر كده ماتش الزمالك والاتحاد تقريبا كان هدف ناصر منسي، بلغه الارقام عبد الله اتظلم زي ما قلت. عبد الله ما عملش حاجه، لا جوان ولا اسيست، انما الكره راح لعمر جابر من عبد الله السعيد. برضه في الجون ده لو رجعت تتفرج على كره هدف ناصر منسي في الاتحاد، عبد الله هيقوم شايط، واحد غير عبد الله يعني هيقوم شايط، ويا جت يا ما جاتش وخلاص خلصت. انما هو عارف يعمل، عبد الله بيعرف يصنع فرص تسجل منها اهداف. الباص اللي اتعمل لبره ده نسبه احراز منه هدف تتعدى ال 40% يا سيدي، مش هجامل اقول لك 70 80%. انما هو وقفته بره لو شاط نسبه احراز هدف لا تتعدى ال 5% 10%. مكان صعب جدا تجيب منه جون، وارد ما بقولكش لا. يا ما شفنا اهداف من حتت ميته تماما، انما هو الراجل بيحسبها بالنسبه له نسب وتناسب. انا بوزيشن الوضع بتاعي ده صعب، طيب مين وضعه احسن، خد حط انت. هو هنا اجبرك تتكلم عنه، مش كده بقول لك هو اناني، لكن مش اناني. اناني عن اناني تختلف كتير طبعا. طيب قبل ما اخش في حته المدربين، اخر لقطه لعبد الله الدقيقه 92. انا قصدت اجيب لك اللقطتين دول عشان دول في اخر الماتش، الدقيقه 80 والدقيقه 92، لان المجهود مش بدني بس، المجهود بدني وذهني. شوف هو في الدقيقه 92 التفويته دي بسيطه، وعارف والله ناس كتيره بسيطه، وفي ناس ممكن من كتر ما هي مثلا مش طايقه عبد الله او مش طايقاني انا مثلا يقول لي يا عم انت جايب ايه، عاديه خالص خلاص. لان احنا ما بنشوفهاش الحاجات السهله العاديه دي، ما بنشوفهاش في لعيبه كره الاهلي والزمالك. عبد الله هو رايح عشان يقول للراجل بصيلي، هو شايف مين وراه. فاكر قبل كده بعض المحللين كانت بتيجي تحلل عبد الله تقول لك ايه، عبد الله عنده عين في وسط راسه، وعنده عين في قفاه، وعنده عين في ظهره وبتاع. وطبعا كل دي تعبيرات، بس هو ده بقى الكلام اللي بنتكلم فيه. ان عبد الله قبل ما بيتحرك وقبل ما بيطلب الكوره من ميزاته بيبقى واخد قرار قبل ما يروح انا هستلم انا هعمل ايه. مش هيروح يستلم ويبدا في لعيبه كده تروح عند الكوره تطلبها تستلم ويوقف ويبدا يبص وتلاقيه عمال يعمل لك كده بايديه. انا من النوادر ما كاد يكون ما شفتش عبد الله قبل كده بيعمل الحركه دي، اللي هو ايه، حد يفتح لي ما حد يعمل، ما افتكرهاش. ولو انت تفتكرها على عبد الله قول لي. انما ما فيش لعيب كوره في مصر ما بنشوفوش. زيزو نفسه ساعات بيجي عليه اوقات بيبقى واخد قرار انه يشوط، فيبدا يعمل للناس كده عشان يحاول يفتح لنفسه مساحه. انما عبد الله من اللعيبه القليله جدا، ما كانش الوحيد في مصر على الاقل حاليا، اللي بيروح ياخد الكوره او بيطلب الكوره ويستلم وعارف هو بعد ما يستلم هيعمل ايه. انا مش لسه هلف واعمل، فهو رايح شاف لعيب وراه لا افوت احسن. شوف كام باص عبد الله بيطلعه بسرعه، وساعات لا عبد الله بيقف على الكوره دي خطورته. انا قلت لك عبد الله خطورته في عينه. عبد الله عايز توقفه تغمله عينه. يعني يا اما تلعب بقى على المان تو مان بقى والكوره القديمه بقى، لعيب بقى يفضل واقف كل ما يشوف عبد الله بيجري يقوم ضربه، يقوم ضربه لحد ما ياخد له انذار في الثاني يطرد بقى، يا اما تقعد تغير انذارات على لعيبتك. كل شويه واحد يستلمه كده ايه يفضل لازق في ظهره عشان ما يعملش باص ويلف، وكل فتره واحد ياخد انذار. عبد الله لعيب مؤذي للخصم جدا بمنتهى الامانه. لكن الدقيقه 92 الراجل مخه حاضر وبدنه حاضر وبياخد قرارات كويسه جدا. ما علينا، خلينا بقى نقفل الفيديو عشان ما يبقاش طويل. ناخد الحته بتاعه الكوره للمدربين مش للكفتاجيه، والكفتاجيه دي تلم اي حد. النهارده بتتفرج على ماتش الزمالك والمصري صح؟ احد الاثنين المدربين اللي على الدكه بره موجود من بدري، اللي هو الكابتن علي ماهر. في شهر ديسمبر اللي فات من كام يوم يعني شفنا ماتش الزمالك والمصري الاولاني اللي الزمالك كسبه 1-0. كان مين بيدرب الماتش دوت؟ كان احمد مجدي بعد ما راح لجوزي جوميز. فاكر بعد الماتش قلت لك ايه على اللايف في صفحه الفيسبوك؟ شفت احمد مجدي عمل ايه في المصري؟ الماتش قلت لك الماتش الزمالك اتظلم فنيا، الماتش يطلع 3-4 مستريح.
قلت لك ان احمد مجدي بس عشان مدرب كوره، واحمد مجدي من الناس اللي انا بحترمها جدا لانه راجل جاي يشتغل، مش راجل جاي لا مؤاخذه في اللفظ انا اسف يتنسون. احترامي انا بحب اكلمك بلدي كده. في مدربين كده خصوصا في نادي الزمالك وناس اصحاب مناصب، سواء مدرب او اعلامي او مدير كوره ايا كان، يجي دايما يعلق شماعه. اصل يا كابتن هنعمل ايه؟ ما انت عارف اصل في انديه بتتجامل، اصل في انديه مش عارف بتعمل لها ايه، اي تلقيح مصاطب. انما احمد مجدي ده من الناس اللي جايه تشتغل، هو عايز ينجح، عارف هو عايز ايه، مش جاي عارف ان في فئه للاسف في جمهور الزمالك تلعب لها في مخها من حته الاهلي بتجامل نادي الدوله، الكاف اهلاوي، انفانتينو اهلاوي، بلاتر نفسه اهلاوي، كل الدنيا كانت اهلاويه، يبدا يقول تصريحات فيكسب بيها تعاطف الجمهور. احمد مجدي لا، جاي يشتغل. مسك المصري، انا مش هقول لك الشوط الاولاني عمل كام نسبه، يعني كان عنده نسبه، الزمالك كان عنده نسبه من تسجيل الاهداف تتعدى كام او ما تتعداش كام، لا. الدقيقه 37 ارجع اتفرج على الماتش ده، 36 او 37 كان نبيل عماد دونجا، اللي انا بقول لك ان هو مش امكانيات زمالك ولا امكانيات اهلي طبعا، اكيد ده مش امكانيات زمالك. كان الدقيقه 36 نبيل عماد دونجا شايط الشوطه رقم 6 ليه، 6 تصويبات من لاعب واحد بس، 6 تسديدات من لاعب واحد بس اللي هو نبيل عماد دونجا. وطبعا عشان هو امكانياته على قدها مش مميز، يعني قدر من تسديده او اتنين يجيب كورنرير، 2 كورنر، جاب كورنرين بتصنع فرص. شوف بقيه الفرق شاطت كام شوطه. تيجي تبص بقى النهارده على جروس، مع احترامي ليه حتى لو هو قدامه شويه عشان نبدا نقول هينجح او مش هينجح، انا ما بتوقعلوش النجاح، مش هكدب عليك، وارد وارد لسه، الله اعلم الميركاتو ده هيعدي ازاي على الزمالك، الله اعلم. انما احمد مجدي نفسه قدم كوره افضل من اللي قدمها جروس. يعني الشوط الثاني النهارده نزل المصري مسك كوره على الزمالك كان اخطر بكتير، الشوط الاول كان الزمالك افضل. انما احمد مجدي قدام علي ماهر، اللي علي ماهر عمل ماتش النهارده كويس جدا وعمل ماتش احلى من ده بكتير قدام كولر، احمد مجدي ما خلاش علي ماهر يعرف يلعب كوره، قال له مفيش، ما تجيش عشان مفيش. احمد مجدي كده لو هتقول لي اصلا لخص لي ماتش المصري والزمالك او الاولاني، اقول لك احمد مجدي بيقول لي علي ماهر ما تجيش عشان مفيش لعب كوره، مش تلعب، انا جاي العب كوره. يعني دايما يقول لك الشوط الثاني شوط المدربين والشوط الاول شوط اللاعبين. طب انت عم جروس لقيت الشوط الثاني نزلت اول 10 دقائق ربع ساعه لقيت المصري بدا يتحسن، طب ما تعمل اي تغيير حتى تكتيكي في الملعب، طب ما تبتكر، طب ما تخترع حاجه، لا مفيش. طريقته سهله ما فيهاش ابتكار. انما احمد مجدي نفسه بدا يتعلم الابتكار او الاختراعات او الحاجات الحلوه اللي كان بيعملها جوزيه جوميز في الملعب، حرفيا. جوزيه جوميز ده واحمد مجدي لو في جهاز فني معاهم لعيبه كويسه بكواليتي محترم واداره محترمه، كانوا بقى في حته ثانيه. فبيني وبينك الماتشات دي تخليك تعرف ان الكوره تبقى الفرقه 70% مدرب زي ما قلت لك قبل كده و30% لعيبه. احمد مجدي بنفس الكواليتي وجوزيه جوميز بنفس الكواليتي، بس كان جوزيه جوميز ماشي، لكن كان بيلعب كوره افضل من كولر وافضل من جروس بكتير. انما احمد مجدي قدام نفس الفرقه دي، وكولر قدام نفس الفرقه دي، وجروس قدام نفس الفرقه دي، محدش، علي ماهر ما عرفش يعمل اللي عمله النهارده في الشوط الثاني على الاقل، واللي عمله قدام الاهلي ما عرفش يعمله مع احمد مجدي، لان احمد مجدي راجل فاهم وعارف ازاي يعمل تقارب بين الخطوط، ذاكر ودرس واجتهد واتعلم شويه، خد بصمه من جوزيه جوميز. فالحق اتقال بتمنى له فعلا التوفيق هناك، احمد مجدي وجوزيه جوميز في الفتح، اتمنى لهم التوفيق. انا بحب الناس اللي بتشتغل كوره وبتشتغل من غير وجع دماغ، فاحمد مجدي من الناس اللي زي دي، ربنا يكرمه. ولحد كده يا ريت دايما تقارن الماتشات والفرق مع المدربين المختلفه، عشان تعرف ان في مدرب يقدر يطور من فرقه ويقدر يطور من لاعب ويخلي لاعب شكله باين في الملعب، في مدرب تاني لا خالص. عايزك تعد التصويبات والتسديدات بتاع دونجا بقى محمد شحاته مع جروس الفتره الجايه، وشوف شحاته كان بيعمل ايه، او شوف بقى دونجا اللي كان بيلعب فيهم وقتها الماتش اللي لعبه احمد مجدي او مع جوزيه جوميز، شوف كميه صناعه الفرص اللي كانت بتحصل، فرق كبير. ما علينا لحد كده تمام، مش عايز اطول عليك، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.